لو انت طالب في اي مجال طبي في اي جامعه في مصر فالفيديو ده ليك. جمعيه اي بي اس اف كل سنه بتعمل كذا ايفنت، من ضمنهم الجي اي اول كل سمستر، ستيبون زاوي في نص السنه، السيمبوزيوم في السمستر الثاني. ولو انت بقى مش عارف ايه هو السيمبوزيوم ده فده موضوع الفيديو بتاعنا. احب اقول لك السيمبوزيوم ده بيكون مؤتمر عباره عن مجموعه من السيشن، كل سيشن فيهم حرفيا هتوفر عليك سنه خبره لما تحضرها. الخبره دي انت عاجلا ام اجلا لازم هتكتسبها، لكن صدقني لو جيت واكتسبتها في الايفنت هتوفر عليك مجهود وخبره سنين قدام. هيكون في انواع كتيره قوي من السيشن موجوده، منها سيشن تكلمك عن الريسيرش والبحث العلمي، سيشن هتكلمك عن الريسيرش والاي اي، سيشن هتكلمك عن ازاي تربط الاي اي بالمجال الطبي. والموضوع مش هيقف عند هنا، هتلاقي في سيشن كمان بتكلمك عن البيزنس وازاي تعمل ديفلوبمنت البيزنس بتاعك سواء هو كان داخل المجال الطبي او خارج المجال الطبي. والجميل في الموضوع ان كل سيشن هتحضرها هتلاقي بعدها على طول ورك شوب بتتكلم عنها. ورك شوب دي هتبدا تطبق الحاجات اللي انت خدتها في السيشن دي. فلو كانت السيشن بتتكلم عن الاي اي والمجال الطبي هيبدا يجي لك ورك شوب تنفذ اللي انت حضرته واللي انت سمعته في الموضوع ده. شايف كل اللي انا قلته لك ده والله حتى مش ربع البروجرام اللي محطوط اللي المفروض هيتنفذ لما تروح. وانا عايز اقول لك الخبره اللي هتطلع بيها والمتعه في التجربه مش بس هتكون موضوع الداتا اللي انت هتطلع بيها او المعلومات اللي انت هتطلع بيها، لا كمان ان انت صدقني هتكسب معارف حلوه كتير جدا. اغلب المشاهير في المجال الطبي بيكونوا حاضرين السيمبوزيوم. اغلب الطلبه اللي بيكونوا رايحين هناك بيكونوا من انحاء مصر، كليات مختلفه، جامعات مختلفه. كل الناس دي بتكون رايحه المكان اللي هو بيكون فيه السيمبوزيوم، واللي انا هقول بالظبط هو فين في اخر الفيديو. كل الناس دي رايحه بجانب ان هي عايزه تجمع معلومات، هي عايزه تكسب معارف. ففكره ان انت تعمل كوميونيكيشن وتكسب معارف من حوالين مصر في الجامعات سواء بقى نفس الكليه بتاعتك او بره عن الكليه بتاعتك من جامعات مختلفه، فالموضوع ده هيكون لذيذ جدا وهتطلع بمعارف كتير جدا من هناك. السيمبوزيوم هيكون من يوم 26 لحد يوم 28. طيب هيكون فين بالظبط؟ هيكون في جامعة الدلتا. لو انت حابب تسجل او حابب تعرف تفاصيل اكتر او حابب تعرف البروجرام كامل، كل ده انا هسيب لك اللينكات بتاعته موجودة في الديسكريبشن لو عايز بقى تتعمق في الموضوع. زائد ان هيكون في جروب واتس ممكن تدخل عليه لو عندك اي سؤال في الموضوع ممكن تدخل تسأله وتعرف كل التفاصيل اللي موجودة عنه. اتمنى كلكم تكونوا موجودين، وانا كدكتور صيدلي باذن الله هكون موجود هناك ومستنيكم في رعاية الله.